بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ومرحبا بكم معنا في لاشين تاعنا لا كويزين فاسيل. اليوم ان شاء الله راح نحضر معكم العجينه المورقه بطريقه سهله وبسيطه اللي بربي ان شاء الله تخلي اي وحده فيكم وقت ما احتاجتها تقدر توجدها في الدار بدون اي اشكال. خاطر انا ما نكذبش عليكم، بالطريقه الاصليه انا وحده من الناس ما كنتش نحضرها، ما نكذبش عليكم. ما عنديش طولة البال نقعد نطبق ونحل وندير في الزبده ونعاود، والله ما كنت نديرها. باغ كونطخ بهذه الطريقه باذن الله راح تسهل على كل وحده فينا الخدمه تاعها. دوك نشوفوها مع بعضنا وردوا لي الخبر ان شاء الله. بسم الله. المقادير اللي نحتاجوها لهنا، عندي لهنا 500 غرام فرينه، عندي 40 غرام مارغرين، عندي لهنا مغرف تاع ماكله خل، عندي مغرف تاع قهوه معمره بيان تكون شويه كبيره تاع ملح، سينو ديروا اذا صغيره ديروا مغرف ونص، وعندي كاس ماء بارد بيان حطوه في الكونجيلاتور لمده شويه طويله حتى يبرد بيان باش يساعدنا في نجاح التوريق تاعنا. ولا هنا نسحق 250 غرام تاع لا مارغرين تاع التوريق. بيان سور من بعد نحتاجو شويه فرينه باش نحلو. اول خطوه راح نبدا بها هي انه ندير الزبده تاعي مع الفرينه، نبسوا الفرينه شويه ومن بعد نكملوا مع بعضنا باقي الخطوات. بسم الله. هذه نخليوها بجنب. بسم الله. ونبدا نبسس الفرينه تاعي بالزبده، راح تجينا خير من الزيت، تعطينا نتيجه بربي ان شاء الله مليحه. فوالا كيما هكا. نضيف الملح تاعي ودركا نضيف الخل ونبدا نبل بالماء بشويه. بسم الله. بارد. نلموها بطرف صباعنا برك ما نعجنوهاش. اذا ما كفاش الكاس تاع الماء نقدروا نزيدو نضيفو شويه كل فرينه وكيفاش تشرب. فوالا كيما راكم تشوفوا تلمت. ها هي كي ها ابيبخي القوام تاعها كيفاه نبغيه، حاكمه روحها شويه. دركا نديرها في البابي فيلم ونخليها تركح في الفريجيدير واحد نص ساعه. نجيب البابي فيلم نعدلوها باش من بعد تجينا ساهله في الحلان. فوالا فوالا كيما هكا. نحطها دركا نص ساعه في الفريجيدير ونعاودو نتلاقاو من بعد ان شاء الله. جبدت العجينه تاعي من الفريجيدير، من بعد كي نخليها تركح تجيني سهله في الحلان. نديرو لها الفرينه. لازمنا شويه ليسباس البنات، راكم تشوفوا فيا فرغت البوطاجي باش نخدمو براحتنا. بسم الله. نبداو نحلوها. ونساي نحلوها رقيقه على قد ما نقدروا. فوالا كيما هكا. دركا نبدا ندير لها الزبده، انا كنت نسيتها هذا وين جبتها من الفريجيدير. فوالا بلا راب في الجهه الرقيقه. بسم الله. ونبداو نرابيو المارغرين تاع الفايطاج تاعنا على الوجه كامل.
كيما هكا. جاي اسيي نديرها على الوجه كامل، مام كيما هكا الحراف لازم يكون فيهم. الجهه اللي شتو فيها بزاف يقدر الواحد ينقص منها، يدير في الجهه اللي ما فيهاش. ودركا نجيو للحرف ونبداو نروليو. بسم الله. كيما هكا. هكا بيان. دركا نعاودو نديرو الفرينه، خاطر هاد لو بودان تاعنا حنعاودو نزيدو نحلوه، نرجعوه مستطيل كيما كان. بسم الله. ونزيدو نعاودو نحلوه. الفوميو نبداو من الوسط، كي نرققو شويه الوسط من بعد الحراف يجيونا ساهلين هكا. نحاولوا نحكموا لا فورما، نرجعوه مستطيل كيما كان. كيما راكم تشوفوا زدت حليتها بيان. دركا نطبقها على 4. بسم الله. كيما هكا. نزيد لها هكا، ندير الفرينه. ونعاود نحلها مستطيل ثاني اون دوزيام فوا كيما هكا. هكا جو اسيي نقلبها. فوالا باش يعود عندي لاسباس نخدم منه. فوالا زدت حليتها بور لا دوزيام فوا. دوكا نطبقها هكا على 3. باش نزيدو شويه، نحيو لها الفرينه. فوالا كيما هكا. ونزيدو نطبقوها هكا. دركا نزيد نعاود نحلها شويه، ماشي رقيقه كيما لي دو بروميي تور، نبصح شويه توجور كيما قلنا نحافظوا على فورم. فوالا كيما هكا يكفي. نحيو الفرينه خلاص اذا كاينه. نعاودو نطبقوها جوست هكا. هكا فوالا هكا تكون العجينه تاعنا واجده. نقسموها بسم الله ونجربوا نشوفوا الفيطاج تاعنا. نو هكا ما يبانش. جو في اسيي نحي لكم الفلاش. فوالا هام هكا شوفوا لهنا، هاو يبان الفيطاج تاعي هكا. تما لاباط تاعي راهي ناجحه. نكونوا كملنا عجينه المورقه تاعنا. اللي باغيه تستعملها
في لو جور مام، في النهار نفسه. ديرها في ان ساشي، تحطها شويه في الفريجيدار 1 اور 2 اور دو طون، تقدر تخدم بها. سينا نديروها في البابي فيلم ولا في دي ساشي دو كونجيلاسيون ونحتفظوا بها في الكونجيلاتور. نهار تبغي تستعمليها نحيوها من الكونجيلاتور، نهبطوها للفريجيدار. لازم تديكونجلا في عقلها، ما تحطيهاش لبرا. اون فوا تشوفي الجليد كاريمون راح منها وعاد طريه تقدري تحليها. فوالا ساعتك تقدري تخرجيها فوق البوتاجي تاعك وتخدمي بها بالصحه والهنا ان شاء الله. انا نجيب دركا البابي فيلم تاعي، انا هادو نخليهم كيما هك على زوج، نسحقهم هكا كبار بيسك عندي طرف صغار ديجا في الكونجيلاتور. بسم الله كيما هكا. فوالا هاي العجينه المورقه تاعي جاهزه باش نحتفظ بها في الكونجيلاتور لشهر رمضان ان شاء الله، ونصوموه بالصحه والهنا. نتمنى ان الطريقه عجبتكم، ان شاء الله تجربوها وتخليوا لي ارائكم في التعليقات، والى الملتقى مع وصفه واحده اخرى باذن الله. سلام.